ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا 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 جدا. وفيديو جديد من سلسله كليه تربيه طفوله وتفاصيلها. فيديو النهارده بيتكلم عن المقابله الشخصيه. تعالي معايا. واحد، ايه هي المقابله الشخصيه وامتى بتتعمل؟ اول حاجه، المقابله الشخصيه هي عباره عن مقابله بتتعمل اول ما انت التنسيق بيجيلك ان انت قابلتي في كليه تربيه طفوله جامعه كذا، اي جامعه في مصر، المنصوره، دمنهور، طنطا، اي جامعه ايا كان. تمام. المقابله دي بتبقى عباره عن ايه؟ الناس كلها بتبقى مرعوبه من المقابله وان هي حاجه كبيره وحاجه ضخمه. اطلاقا، انت بتروحي عادي جدا، عشان ما تقوليش ده لو هي لبس معين ومش لبس معين وفورمال ومش فورمال. لا اطلاقا، بتروحي بلبس عادي جدا، اي لبسك طبيعي خالص، وبتروحي تيجي تبص بتلاقي فيه لجنه قاعد فيها كذا دكتور، وبيبدا يعمل ايه؟ بيبدا ينده اساميكوا اللي في القائمه. فبيجي بيسالك شويه اسئله. دخلتي الكليه ليه؟ مجموعك قد ايه؟ كنت علمي ولا ادبي؟ 4، نفسك تبقي ايه في الكليه؟ عايزه تحققي ايه؟ هو ده معظم الاسئله اللي بتتسالك، بتبقى في حدود الرينج ده. طيب انت داخله الكليه، السؤال اكتر سؤال جايز لجلجني اصلا وكنت ملبوخه فيه، ان هو ما سالني انا كنت داخله الكليه ليه، او انا داخلها بمزاجي ولا لا. والصراحه انا ما كنتش داخلها بمزاجي جدا، انا التنسيق اللي كان جايبها لي. فقلت له لا، رديت عليه بكل صراحه، قلت له لا مش داخلها بمزاجي. قال لي ليه؟ قلت له عشان انا حصل 1 2 3 وانا كنت علمي وحصل كذا وكذا وكذا، وقعدت احكي له القصه بتاعت ثانويه عامه. قال لي تمام، بس راهنك مش هتطلعي من الكليه غير وانتي حباها. وفعلا الحمد لله الحمد لله، هي دي الكليه اللي انا بنزل لكم عنها فيديوهات دلوقتي. اوكي. هرد اقول له ايه؟ بقول مجموعي عادي جدا، وبقول مجموعي صريح، انا مش بداري المجموع عشان خاطر ده مش حد بيسالني من قرايبي. بقول مجموعي لان انت اصلا مجموعك بيبقى مكتوب عندهم، ولكن لازم يسالك. تاني حاجه، بتقولي دخلت الكليه ليه؟ بقول انا عايزه ابقى ايه من الكليه. تعرفي حاجه عن الكليه ولا لا؟ بتقوليها. بقول مثلا انا ابقى نفسي ابقى كذا. عايزه تدخلي قسم ايه؟ قرات عن قسم كذا وعجبني. طب انا نفسي ابقى اعمل كذا. بتردي اجاباتك صريحه جدا جدا، ولكن بادب وبذوق. يعني ما بقاش انا داخله الكليه مش حباها مثلا في الاول، واول ما ادخل اقول له لا اصل انا مش حباها، اصل انا مش عايزاها. في حاجه اسمها ذوق، في حاجه اسمها ادب، ان هو حتى لو سالني، حتى لو انا اجابتي صريحه، برد عادي جدا ولكن بذوق وبادب. ممكن الكليه لسه مش مطمنه، لسه مش مرتاحه، ما اعرفش مثلا، لسه هقرر بعدين. كل دي اجابات بتتقبل عادي جدا. ايه الحاجات اللي ما تخلينيش اتقبل في المقابله الشخصيه؟ اول حاجه، ان انت ممكن يكون ردك صعب قوي بالنسبه للدكتور، فهو مش عارف حتى انت عايزه ايه، انت مشتته مش فاهمه اي حاجه. لازم تروحي اولا قراءه عن الكليه كتير جدا، لازم تعرفي الاقسام اللي فيها، لازم تعرفي انت عايزه ايه بالظبط، مجموعك جايب قسم ايه، عشان اما يسالك يبقى عندك خلفيه عن الحاجات اللي انت بتجاوبي عنها. تاني حاجه، ان انت ممكن يكون عندك لدغه. اللدغه بتتعالج، ولكن ما ينفعش ابقى انا مدرسه اطفال وبدرس لمرحله رياض اطفال اللي هي يعني اهم مرحله عمريه ممكن تقابليها، اهم من الثانوي واهم من الاعدادي واهم من الابتدائي. ليه؟ لانه الكلمه اللي بياخدها منك بتبقى بالنسبه له بصمه مدى الحياه. المس قالت كذا يعني قالت كذا. يعني انت مثلا عندك لدغه في الراء، ما ينفعش اقول اغنب او اي مشكله في الراء. طفل خدها منك بنفس الطريقه دي، اغنب مش ارنب، هيغنطعها مدى حياته كده حتى لو هو ما عندوش اللدغه. مامته هتيجي في البيت هتقول له يا ابني اسمها ارنب، المس قالت كذا. انت بالنسبه لك كلامهم زي القران بالظبط. فانت لازم تكوني، لو انت عندك لدغه ممكن بنسبه كبيره ما تتقبليش، يا اما لو هتكون مثلا في حرف معين وهتعالجيها، وساعتها بتبيني ده في قلب المقابله الشخصيه، لان بتحط مثلا بوينت كده ان هي لدغه في حاجه معينه. ولكن معظم الكليات بتعديها لسبب ان هي مثلا لو في حرف، لو في مشكله، وانت مطلوب منك بعد كده انت تعالجيها عشان شغلك انت فيما بعد. تالت حاجه ممكن ما تخلينيش اتقبل في الكليه، ان انا اصلا رافضه الكليه، مش عايزاها، مش عايزه المقابله الشخصيه، مش عايزه اكمل. فبقول له ان انا مش عايزه اكمل. فانت مش عايزه تكملي؟ مش عايزه اكمل عشان 1 2 3 وانا كذا. لو الدكتور اقنعك بكلامه ان انت تفضلي في الكليه، ويا ريت تسمعي منه، لان الكليه من الحاجات الحلوه جدا، وكل الكليات عموما زي بعض، يعني مفيش كليه قمه وقاع والمفهوم القديم ده. في سوق العمل مفيش عندنا حاجه اسمها الكلام ده خالص، كلنا بنبقى سواسيه وكلنا بنحتاج لبعض، وكل واحد فينا بيبقى كاره شغلانته. يعني انا بقولها لك صريحه، كل واحد فينا بيبقى تعبان في مجاله. فاوعي تفكري ان المهندس مرتاح وان الدكتور التكييف شغال فوق دماغه وان التاني كذا، مفيش الكلام ده خالص. كل واحد زي ما شغله له ميزه زي ما هو له عيب بالظبط.
فخليكي مقتنعه جدا ان ربنا جابهولك احسن من اي حاجه في الدنيا. رابع حاجه ان ده كل حاجه عن المقابله الشخصيه، مفيش سبب كبير يخليكي ما تتقبليش، بالعكس المقابله بتبقى سلسه جدا، بنسبه كبيره جدا 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 بتتقبلي، وده بتعرفيه بعدين ان انت بعد كده بيبدا ينزل اسمك في الكليه وبتبداي تتسيستمي، وبعد كده بتدخلي في جروبات وبتتعرفي ان انت اتقبلتي عادي جدا، هما بيبلغوكي، او انت حتى بتساليهم انت واقفه انا هعرف امتى، هتعرفي يوم كذا مثلا من خلال صفحه الكليه على الفيسبوك، على الانستجرام، اي موقع سوشيال ميديا بينزل عليه الاسامي اللي اتقبلت في الكليه وتمام، وانت بتتابعي اسمك اتقبل ولا لا. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو، ويا رب تكونوا راضيين عن مجامعكم، ويا رب يوفقكم كلكم 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 بجد، ويكتب لكم اللي نفسكم فيه، والسلام عليكم.